النفاس دي من أهم الفترات في حياة الستات، وده لأنها بتكون فترة التعافي ما بعد الولادة، في الغالب بتكون من 6 ل8 أسابيع، بيحصل فيها إن الجسم يبدأ يرجع تدريجي لطبيعته، يعني الرحم بيرجع تاني لحجمه الطبيعي، والهرمونات تبدأ ترجع لمستوياتها الطبيعية تاني، بس الفترة دي كمان ممكن تكون سبب في مشاكل كتير، وده نتيجة الدم اللي بينزل في الفترة دي، عشان كده عملت النهارده فيديو بيساعدك إنك تعتني بنظافة الشخصية في الفترة دي تجنبا لأي التهابات أو بكتيريا. تغيير الفوطة الصحية بانتظام كل ساعتين، مش هقولك 3 كل ساعتين، ده طبعا بيقلل نمو البكتيريا. بلاش استخدام أي غسول، وخاصة لو فيها روايح. استخدمي مية دافية ونشفي المنطقة دي كويس جدا عشان البكتيريا بتحب المية. استخدمي ملابس داخلية قطنية. لو والدة قيصري دايما خلي بالك من نظافة الجرح بتاعك ونضفيه كويس باستمرار. اشربي مية كتير، وده لأن المية بتحسن من الدورة الدموية وبتساعدك على التعافي بشكل كويس. كمان بتقلل من التهابات المسالك البولية. نامي كويس وخد راحتك في النوم، لأن النوم بيساعد على التعافي، بس حاولي تنظمي مواعيد نومك. انا عارف ان هو صعب في اول ولاده، بس هي فتره وتعدي، واطلبي المساعده من اللي حواليك. حاولي تتابعي النصايح دي عشان خاطر تخرجي من فتره